مساء الخير. أكيد سألت نفسك كتير جدا 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 ليه السالب واحد في سالب واحد بيساوي موجب واحد. بس الحقيقة دايما الناس اللي بترد على الموضوع دوت معظمهم مش دايما بيردوا بشكل مش لطيف خالص. بمعنى إن أنت عارف طبعا إن إحنا عندنا إشارتين، إشارة موجبة وإشارة سالبة. خط الأعداد هنرسمه مثلا الناحية دي مثلا. طبعا قلنا قبل كده ان خط الاعداد دوت مفيش حد يعرف فيه اي حاجه غير ان في نصه في صفر، وبعد الصفر في واحد، وبعد الواحد في اتنين، وبعد الاتنين في تلاتة، وبعد التلاتة في أربعة، وبعد الأربعة في خمسة، وبعد الخمسة في ستة، وهكذا لغاية الما نهاية. وهنا السالب واحد، وهنا السالب اتنين، وهنا السالب تلاتة، وهنا السالب أربعة، وهنا السالب خمسة، وهنا السالب ستة لغاية السالب ما لا نهاية. الناس اللي ماشية بمبدأ موجب في موجب بموجب، وموجب في سالب بسالب، وسالب في موجب بسالب، وسالب في سالب بتساوي موجب، ممكن أسألهم سؤال بسيط جدا. طالما دي إشارة وأنت يعني ما شاء الله عليك قدرت إنك تضرب إشارة في إشارة وتطلع إشارة تانية، طب ممكن حد يضرب لي علامة الاستفهام دي في علامة التعجب دي ويقول لي النتيجة كام؟ أكيد طبعا مفيش نتيجة، لأن الحقيقة المفروض إن موجب واحد في موجب واحد بيساوي موجب واحد، وموجب واحد في سالب واحد بيساوي سالب واحد، وسالب واحد في موجب واحد بيساوي سالب واحد، وسالب واحد في سالب واحد بيساوي موجب واحد، وأكيد مفيش رد هنا. ليه؟ ببساطة لو أنت عندك مثلا العدد تلاتة، العدد تلاتة ده هو العدد اللي موجود هنا على خط الأعداد على يمين الصفر. احنا قلنا قبل كده إن ده اتجاه الزيادة وده اتجاه النقص. حلو؟ العدد سالب تلاتة مكانه هنا على خط الأعداد. العدد تلاتة هو العدد سالب تلاتة بس مقلوب بالنسبة للصفر الناحية التانية، بمعنى إن العدد سالب أربعة هو عكس الأربعة، العدد سالب خمسة هو عكس الخمسة. فكلمة عكس في اللغة العربية بتعادل في الرياضيات السالب واحد. يعني مثلا انت لو عندك اتنين في سالب تلاتة مثلا، خلينا نقول ان ده معناه ان احنا عايزين نضرب الاتنين في التلاتة في سالب واحد. يعني خلينا دايما اي عدد عبارة عن سالب حاجة نفصله ان هو عبارة عن العدد نفسه معكوس من وجهة نظر الرياضة. فبالتالي اتنين في سالب تلاتة بتساوي اتنين في تلاتة في سالب واحد، والسالب واحد ده هو الإشارة السالب بتاعة العدد سالب تلاتة لأن احنا فصلناه هنا. فاتنين في تلاتة بكام؟ بستة. وبعد كده المفروض إن احنا حتى الآن طلعنا النتيجة كام؟ ستة. طب عكسها، عكس الستة بالنسبة للصفر هيبقى السالب ستة، عشان كده النتيجة بتساوي سالب ستة. طب مثلا لو انت عندك اتنين في تلاتة، مفيش أصلا سالب، مفيش حاجة تتعكس، فالاتنين في تلاتة هتساوي ستة. طب لو انت عندك مثلا سالب اتنين في تلاتة، هتبقى عبارة عن اتنين في تلاتة في السالب واحد بتاع السالب اتنين، فيبقى عندك الإجابة اتنين في تلاتة بكام؟ بستة، وعكسها يبقى سالب ستة. لو انت عندك سالب اتنين في سالب تلاتة، فده معناه ان انت عندك اتنين في تلاتة في سالب واحد بتاع السالب اتنين في سالب واحد بتاع السالب تلاتة، فيبقى عندك اتنين في تلاتة بكام؟ بستة حتى الآن. يعني خلينا بس نحطها في مربع كده عشان دي مش النتيجة النهائية. اتنين في تلاتة بكام؟ بستة. طب عكسها يبقى سالب ستة، عكسها ده اللي هو أول سالب. طب عكسها تاني، عكس السالب ستة تاني ترجع تاني ستة. فعشان كده النتيجة هتلاقي النتيجة في الآخر بتاعتك بتساوي فعلا ستة. وبعد كده الناس طلعوا بقى رول أو قاعدة بتقول لو أنت عندك سالب واحد في سالب واحد في سالب واحد في سالب واحد، فقال لك كل اتنين سالب واحد معناهم موجب واحد،
لأن أنت وأنت واقف عند العدد سالب واحد، لو عكسته الناحية التانية هتلاقي نفسك وصلت عند العدد واحد. فكل اتنين سالب واحد بيدونا واحد، فسالب واحد في سالب واحد في سالب واحد في سالب واحد بتساوي واحد في واحد، فبتساوي في الآخر واحد بالإيه؟ بالموجب. لو أنت عندك من الآخر، يعني من الآخر لو أنت عندك عدد زوجي من الإشارات السالبة أكيد النتيجة هتكون موجب. لو أنت عندك عدد فردي من الإشارات السالبة، يعني عندك مثلا ثلاث حاجات مضروبين في بعض زي مثلا سالب واحد في سالب واحد في سالب واحد، فالنتيجة أكيد سالبة، لأن سالب في سالب بيديلك موجب واحد، وسالب في موجب بيديلك سالب واحد. لو أنت عندك سالب واحد في سالب واحد في سالب واحد في سالب واحد في سالب واحد، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، أكيد الإجابة سالبة. أتمنى أكون ببساطة فهمتك ليه سالب واحد في سالب واحد بيساوي موجب واحد.